في ناس لحد النهارده مصدقين إن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات، وإن المصري القديم ما كانش قادر يعمل التحفة الهندسية دي. لكن النقوش والبرديات وصور مقابر العمال بتقول حقيقة واحدة بس: المصري هو اللي بنى الأهرامات. تعال نسمع الحقيقة من حسن فاروق على قناة رسالة ضمير. ازيكم يا اصدقاء الفراعنه؟ انا خطير، عندي نظريه خطيره. اللي بنى الاهرامات مش احنا، الفضائيين هم اللي بنوها. ايوه، اصل الفضائيين جم مخصوص من مجرى بعيد عشان يشتغلوا في مقاولات عند خوفو. قال لك نخلص الهرم ونرجع نزرع بطاطس في المريخ، واللي عمل الكشري كائن من عطارد. لا والله، شفت فيديو بيقول الأحجار تقيلة جدا والمصريين ما كانوش يعرفوا الرفع الهيدروليكي. ايوه، بس كانوا يعرفوا المعادلات والهندسه والتنظيم حلين. يعني بدل ما تجيب فضائي جيب لي مصري عنده مخ. يعني انت شايف ان الفضائيين ملهمش دعوه؟ يا عم دول لو جم فعلا كانوا بنوا كافيه على القمر مش الاهرامات. احنا مش بنيناها، احنا بنينا الكوكب كله يا حبيبي. طيب تعال نبدأ القصة من الأول. في واحد في السبعينات اسمه إريك فون دانيكن قرر يكتب كتاب اسمه عربات الآلهة. الراجل ده قال لك العالم القديم كله بناه الفضائيين. ليه؟ أصلة الناس زمان كانوا غلابة. كل الناس بتسأل إزاي المصريين بنوا الأهرامات، بس محدش سأل ليه إحنا مش مصدقين إنهم قدروا يعملوا كده. يمكن علشان عبقريتهم كانت أكبر من خيالنا. سنة 2013 علماء مصريين اكتشفوا برديات وادي الجرف اللي هم أقدم وثيقة هندسية في العالم، اللي كتبها مهندس اسمه مرر. نقلنا 40 حجر اليوم والعمال شربوا بصل وراحوا يناموا، وده دليل رسمي ان اللي بنى الاهرامات مش كائنات فضائيه، دول عمال مصريين بدمهم وعرقهم وتنظيمهم. لقينا قرى العمال جنب الاهرامات فيها بيوت صغيره، افران، ومقابر مكتوب عليها اصدقاء خوفو. اصدقاء خوفو؟ يعني لو كانوا فضائيين كان اسمهم اصدقاء المجرى. النقوش كمان بتورينا العمال وهم بيسحبوا الاحجار بالحبال وبيبلوا الرمل بالميه علشان يقللوا الاحتكاك. دي فيزياء يا جماعه، مش ليزر من زاحل. المصري القديم حط الهرم بدقة زاوية 5/100 درجة من الشمال. الحقيقي ده علم وهندسة، مش سحر ولا طبق طاير. يعني بدل ما نقول الفضائيين بنوا الأهرامات نقول المصريين سبقوا ناسا ب4500 سنة. تحية للمصري القديم اللي بنى الهرم بإيده وساب لنا أعظم درس في التاريخ. الإبداع مش محتاج كوكب تاني، محتاج عقل مؤمن بنفسه. وبعدين يا عم، لو الفضائيين جم فعلا اكيد كانوا سابوا واي فاي مش برديات.